رسالة من الطفل إلى ماما. تخيلي لو ابنك اللي عنده من سنة ل3 أو 4 سنين بيعرف يعبر عن نفسه كده ويتكلم زينا، هيقولك إيه؟ ماما أنا صحيح بعيط كتير، بس ده علشان أنا مش عارف أفهمك أنا عايز إيه. ماما أنا بعيط كتير علشان عندي طاقة كبيرة جدا ومش عارفة أخرجها. ماما أنا مش باكل كويس علشان أنا باكل حلويات كتير بتسد نفسي عن الأكل. ماما امنعي عني الموبايل علشان أتفاعل معاكوا أحسن، وعلشان أتعلم مهارات تانية غير الاستقبال بس. يبقى فيه فعل ورد فعل، وعلشان ارتبط بالأشخاص اللي حواليا وأحبهم أكتر من العالم الافتراضي اللي أنا عايش فيه. ماما عارفة إيه أكتر حاجة بتفرحني؟ لما بتقضي وقت معايا وبتلعبي معايا أنتي وبابا. ماما شاركيني معاكي في حياتك وخليني جزء من دايرتك. ماما أنا لما بعيط بيكون عندي مشكلة، طبطبي عليا واحضنيني واحتويني وحاولي تعرفي المشكلة إيه. سامحيني مش بعرف أعبر كويس غير بالعياط، لكن أكيد الحل مش إن أنتي تزعقيلي كتير أو تتعاملي معايا بعنف. عارفة يا ماما، حضنك هو الحل لكل حاجة في الدنيا. ما تزعليش مني واصبري عليا شوية، ركزوا شوية كده هتلاقوا الكلام اللي بيقوله الطفل ده عنده حق في كل كلمة فيه. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس لو في مرة فهمتوا فيها أطفالكم من غير كلام.